سارة بنت عندها 21 سنة. عندها هواية غريبة شويتين. بتحب تجمع الحاجات القديمة والأنتيكات. كانت دايما تقول لنفسها إن كل قطعة قديمة وراها حكاية أو سر مستني اللي يكتشفه. عشان كده كل ما تسمع عن سوق بيبيعوا فيه تحف مستعملة لازم تروحوا. في يوم سبت الصبح قررت سارة تروح سوق السبت في وسط البلد في القاهرة. سوق السبت ده معروف جدا لهواة الأنتيكات. بيتعمل كل يوم سبت وبتلاقي فيه كل حاجة قديمة ممكن تتخيلها، من أول التليفونات والراديوهات القديمة لغاية اللوحات والأساس والقطع النحاسية وحتى المرايات القديمة. الجو هناك زحمة جدا والبياعين بينادوا والناس بتفاصل على أعلى سر بكل حماس. سارة كانت بتمشي وهي باصة ومتلهفة على الحاجات المعروضة، وفجأة عينيها وقعت على مراية قديمة متوسطة الحجم. شكلها لفت انتباهها من أول نظرة. بس لحظة واحدة، أنا لاحظت إن معظم اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فياريت ننزل دلوقتي نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، وياريت تديني لايك كده على الماشي، ويلا نكمل القصة. المراية كان ليها إطار خشب مذهب عليه نقوش وزخارف من زمن يمكن من زمن الخمسينات، باين عليها إنها قطعة أثرية من بيت قديم أو قصر من أيام زمان. الإزاز نفسه كان مغبر شوية ومليان تراب، بس سارة حست إن في حاجة خاصة في المراية دي، يمكن لأنها وشها ظهر فيها بشكل غريب وهي واقفة قدامها في السوق، أو يمكن لأن قلبها اتشدلها من غير سبب واضح. سارة سألت البياع عن سعر المراية. الراجل البياع كان شكله كبير في السن شوية وعينيه فيها لمعة كده وهو بيقول: دي من زمن جميل، الإطار ده شغل يدوي قديم، والتحفة دي اتعرضت عليا بآلاف قبل كده. طبعا زي أي بياع بدأ بسعر عالي قوي. سارة ابتسمت وهي عارفة لعبة الفصال كويس. قعدوا يراوغوا شوية في السعر، بس الغريب بقى إن الراجل فجأة وافق يبيعها بسعر قليل نسبيا بدون ما يتعب في المفاوضات. اداها المراية وقال لها بتحذير خفيف: خلي بالك، دي كانت غالية عند أصحابها القدام، يا ريت تتعاملي معاها بحرص. جملة الراجل كانت غريبة، بس سارة ما خدتش بالها منها وقتها من كتر حماسها إن بقى عندها المراية المميزة دي. رجعت سارة على شقتها مبسوطة بالغنيمة الجديدة. هي ساكنة لوحدها في شقة صغيرة قريب من الجامعة، مزيناها بلمسات قديمة من الحاجات اللي بتجمعها. علشان كده مكان المراية كان جاهز على الحيطة في أوضتها. علقتها بدل مرايتها القديمة. وقفت قدام المراية بعد ما علقتها وقامت نضفت التراب من عليها بالمنشفة وشوية مية. الإزاز بقى بيلمع والإطار الذهبي بان جماله القديم. سارة بصت على نفسها في المراية الجديدة وحست بفخر. القطعة فعلا شكلها تحفة في أوضتها، بس وهي بتتأمل انعكاسها حست بحاجة غريبة للحظة صغيرة جدا، كأن ملامح وشها في المراية مش هي بالظبط، أو كأن في حد تاني واقف معاها في الانعكاس وراح في غمضة عين. طبعا سارة فركت عينيها وقالت لنفسها: أكيد بتخيل من التعب. عدت اللحظة دي بسرعة، بس تفتكروا ممكن تكون كانت إشارة لبداية حاجة غريبة؟ سارة ما كانتش تعرف إن المراية دي مخبية سر كبير، وإن اللي جاي هيفاجئها بشكل عمرها ما تخيلته. مر كام يوم على المراية وهي عند سارة في الأوضة وكل حاجة عادية جدا. سارة كانت بتستعملها كل يوم وهي بتلبس أو وهي بتحط مكياج قبل ما تنزل، لكن الغريب بقى إنها من أول ليلة وهي حاسة بشيء مريب. في الليلة الأولى بعد ما جابت المراية وهي نايمة لوحدها والدنيا ضلمة حوالينها، حست فجأة ببرودة خفيفة في الأوضة. صحيت وهي نص نايمة ونص صاحية، وبصت ناحية المراية اللي كانت واقفة قدام سريرها. نور خافت من الشارع كان داخل من الشباك بينور حتة صغيرة من المراية. لمحت انعكاس سريرها في الضلمة وكل حاجة طبيعية. قالت لنفسها: تمام، مفيش حاجة، وحاولت ترجع تنام. إنما قلبها كان مقبوض شوية ومش عارفة ليه. تاني يوم بالليل وهي قاعدة على الموبايل قبل ما تنام، حست نفس إحساس إن في حد بيراقبها، النظرة اللي بتجيلك وإنت حاسس إن في عينين عليك. بصت بسرعة حواليها بس مفيش حد طبعا. الشقة كلها مقفولة عليها. آخر حاجة عينيها راحت عليها هي المراية، كانت محطوطة في الضلمة على الحيطة قدامها، بس كان في حاجة مختلفة. سارة حلفت إنها شافت زي ظل خيال حد واقف قدام المراية اللحظات، مع إنها قاعدة على السرير بعيد عنها. قامت بسرعة وولعت نور الأباجورة جنبها وبصت تاني، ولكن مفيش أي حاجة غريبة، بس قلبها فضل يدق بسرعة. يمكن تكون مجرد أوهام من الإرهاق. حاولت تقنع نفسها بكده وغطت المراية بطرحة كبيرة علشان تقدر تنام وهي حاسة بالأمان. برضه فضلت فترة مش قادرة تغمض عينيها بسهولة. وبعد كذا يوم سارة بتصحى الصبح عادي وبتستعد عشان تنزل الجامعة.
شالت الطرحة اللي كانت مغطية بيها المراية بالليل. هي تقريبا بقيت عادة كل ليلة بتغطيها وهي نايمة علشان ما تقلقش. وقفت قدامها بلبس الجامعة وفجأة اتسمرت في مكانها. انعكاسها في المراية كان لابس لبس تاني غير اللي هي لابساه فعليا. سارة كانت لابسة تيشيرت أزرق وبنطلون أسود، إنما البنت اللي ظهرت في المراية واللي شكلها نسخة من سارة كانت لابسة فستان فاتح وستايله قديم شوية. رمشت بعينيها كذا مرة وهي مصدومة، وبعدها لقيت انعكاسها بقى طبيعي بنفس التيشيرت الأزرق. يعني إيه الكلام ده؟ هل كانت بتتوهم ولا إيه بالظبط؟ وقفت لدقيقة تاخد نفسها وهي حاسة إن عقلها مش قادر يستوعب اللي شافته. في اللحظة دي دماغها فضل يوسوس لها، يمكن عشان المراية قديمة فبتعمل انعكاسات غلط، ولا يمكن أنا محتاجة أنام أكتر ومخي بيلعب بيا. سارة قررت تتجاهل اللي حصل ونزلت من البيت وهي بتحاول تقنع نفسها إنها هلاوس، بس طول اليوم دماغها مشغول. تفتكروا لو حد في مكانها كان ممكن يفكر إزاي؟ هل كانت لازم تقلق وتفسر اللي حصل على إنه علامة مسكونة، ولا فعلا تعتبره تهيؤات مؤقتة؟ سارة كانت بين نارين، خايفة تصدق عينيها فتتوتر أكتر، وخايفة تتجاهل فيطلع الموضوع حقيقي ويكون أخطر. رجعت سارة من الجامعة وهي مرهقة، بس فضولها موقفش. قررت تختبر المراية تاني بنفسها. فضلت مستنية الليل يجي، وقامت قافلة نور الأوضة بالكامل ومسيبة بس نور خفيف جاي من الصالة. وقفت قدام المراية مباشرة وهي حاسة قلبها بيدق جامد. المرة دي قررت تواجه أيا كان اللي بيحصل. في الأول شافت انعكاسها عادي، ملامح وشها المضطربة وشعرها وباب الأوضة وراها. فضلت واقفة دقايق مركزة، مفيش حاجة غير طبيعية. ابتدت ترتاح وتفكر إنها فعلا ممكن تكون كانت بتتوهم. بس قبل ما تلف وتسيب المراية حصلت المفاجأة. سطح المراية بدأ يبهت تاني، وشها اختفى تدريجيا من الانعكاس، والأوضة بتاعتها نفسها بقت مش باينة في المراية، كأن الضلمة زادت جواها. سارة قربت وشها أكتر على مهل وهي مش فاهمة إيه اللي بيحصل. الصورة في المراية ابتدت تطلع تاني، بس المرة دي ما كانتش صورتها هي، لا، ده كان مشهد مختلف تماما. سارة شافت في المراية أوضة تانية غير أوضتها، ديكور مختلف ونور مختلف. قدرت تميز بنت واقفة هناك في الأوضة التانية. البنت شبه سارة بالظبط في ملامحها. سارة مش قادرة تصدق عينيها. البنت اللي في المراية كانت نسخة منها، بس لابسة لبس شيك قديم شوية، ويمكن شكل الأوضة حواليها كان زي أوض زمان، يمكن من عشرات السنين. البنت ما كانتش باصة لسارة، دي كانت بتبص لشخص تاني في الأوضة اللي عندها، كأنها بتتكلم مع حد مش باين كله. سارة حست برعشة برد وخوف مع بعض. مدت ايديها بحذر ناحية المراية ولمستها. كانت باردة كالعادة زي أي إزاز، بس اللي ورا الإزاز ما كانش عادي أبدا. البنت جوه المراية فجأة لفت كأنها سمعت حاجة، وهنا صدمة سارة الحقيقية. البنت اللي شبهها فجأة رفعت عينيها وبصت لسارة مباشرة. يعني بدل ما تكون هي انعكاس بيتحرك معاها، لا، دي عينيها جت في عين سارة وكأنها شايفاها. سارة تراجعت لورا وهي بتشهق من الخضة. واضح ان الشخص اللي جوه المراية أول مرة يشوفها هي كمان. البنت جوه المراية ابتسمت ابتسامة صغيرة حزينة، وسارة كانت واقفة مرعوبة. مسكت أي حاجة جنبها واللي هي كانت مفرش السرير وغطت بيها المراية كلها وهي جسمها بيترعش. قعدت على الأرض تبكي من الخوف لدقايق. الموقف تعدى حدود أي منطق بالنسبة لها. إزاي مراية تعكس حياة تانية؟ إزاي في حد شبهي عايش جواها؟ أسئلة كتير هجمت على عقلها وهي قاعدة على الأرض. بعد شوية هديت شوية وقامت بسرعة. خرجت من الأوضة وهي مش قادرة تفضل ولا ثانية جنب المراية دي. راحت قعدت في الصالة ونورت كل الأنوار اللي في شقتها عشان تهدى. على الساعة 1 بالليل قررت تكلم أعز صاحبة ليها واللي هي مي. حكيت لها وهي صوتها بيترعش عن اللي شافته. طبعا مي في الأول افتكرت إن سارة بتحلم أو بيتهيأ لها. قالت لها يمكن كنت نايمة وحلمتي. سارة أصرت إن لأ، وإنها كانت واعية وحاسة بكل حاجة. مي قلقت على صاحبتها وقالت لها بصي، أنا جايالك حالا، مش هسيبك تعدي الحاجة دي لوحدك. وفعلا مي وصلت لشقة سارة بعد نص ساعة، ولقيتها قاعدة ومولعة أنوار الشقة كلها ووشها أصفر من الصدمة. حضنتها وحاولت تهديها. سارة خدت نفس عميق وقالت أنا مش مجنونة يا مي، أنا شفت اللي شفته فعلا. مي هزت راسها وقالت لها أنا مصدقاكي، بس وريني المراية دي كده. سارة بتردد وخوف دخلت مي معاها الأوضة. المفرش لسه مغطي المراية. مي شالت الغطا ببطء. المراية طلعت عادية تماما، بينعكس فيها الأوضة بتاعت سارة وهما الاتنين واقفين. مي قالت طيب ما هي ما فيهاش حاجة. سارة قالت استني شوية يمكن تظهر تاني. قعدوا يمكن 10 دقايق واقفين قدام المراية
بس مفيش أي حاجة غير انعكاسهم هما الاتنين. الغريب بقى إن المراية فضلت هادية خالص، كأنها بتتلاعب بأعصاب سارة، ما بتوريهمش أي حاجة غير اللي قدامها بس. مي بصت لسارة بحزن وقالت لها: حبيبتي، شكلك مضغوطة جامد اليومين دول، ويمكن مخك بيلعب بيكي. ايه رأيك تيجي تباتي عندي الليلة ونسيب المراية دي مقفولة لحد الصبح؟ سارة حست للحظة إنها يمكن فعلا تخيلت أو بيتهيأ لها، خصوصا بعد ما المراية قدام صاحبتها ما طلعتش ولا حاجة، لكن جواها كانت متأكدة إن اللي شافته حقيقي. وافقت تروح تبات عند مي عشان على الأقل تعرف تنام. قبل ما يقفلوا باب الشقة، سارة أخدت المفرش وغطت المراية كويس تاني، وقالت بصوت واطي للمراية: مش هتبهدليني تاني النهاردة. كانت بتحاول تهزر، بس قلبها وجعها من القلق. برأيكم هنا الموقف ده يخلينا نفكر ازاي؟ هل فعلا سارة ممكن تكون اتخيلت، ولا المراية مسكونة بروح أو حاجة؟ تفتكروا مي كان عندها حق وإن ضغط الحياة هو السبب، ولا سارة هي اللي عندها حق وإن المراية دي وراها سر خارق للطبيعة؟ الأسئلة دي كلها كانت في عقل سارة وهي عند مي، بس قررت إنها مش هتسيب الموضوع يمر كده، لازم تفهم إيه حكاية المراية دي بالظبط. تاني يوم الصبح، سارة صحيت وهي هادية شوية بعد ما نامت برا البيت. رجعت شقتها مع مي في النهار، نور الشمس كان مالي الأوضة وكل حاجة شكلها طبيعي جدا. سارة شالت الغطا بحذر من على المراية، طبعا ما كانش فيه أي حاجة غريبة باينة في النور، بس اللي حصل بالليل محدش يقدر يمسحه من ذاكرتها. مي قالت لها: بصي، أنا شايفة إننا نخلص من المراية دي، بيعيها أو رجعيها للراجل اللي اشتريتيها منه، أو حطيها في مخزن، أي حاجة، المهم ما تفضليش عايشة كده في الرعب. سارة ردت: هحاول أرجعها للبياع فعلا، يمكن يرضى ياخدها ويرجع لي فلوسي أو حتى نصهم. أخدت سارة المراية بحذر هي ومي ونزلوا حطوها في عربية مي. فضلوا يلفوا في وسط البلد في المكان اللي كان فيه سوق السبت، لكن المكان كان فاضي، السوق بيتعامل بس يوم السبت الصبح، وهي دلوقتي وسط الأسبوع. سارة افتكرت إن في بطاقة فيها رقم الراجل أو عنوانه. دورت في الكيس اللي كانت حاطت فيه المراية وقت الشراء، ملقيتش أي حاجة. ده معناها إنها هتضطر تستنى اليوم السبت اللي جاي عشان تدور عليه هناك. 3 أيام كانوا طوال جدا على سارة. خلال الأسبوع ده هي نقلت المراية الغريبة دي لمخزن صغير جوه شقتها بعيد عن أوضتها الأساسية، وقعدت مقفولة عليها الباب. رغم كده كانت على أعصابها طول الوقت، حاسة إن في حاجة غير طبيعية محبوسة معاها في البيت. كل يوم كانت بتعد الأيام ليوم السبت بسرعة، وهي في نفس الوقت قررت تعمل حاجة تانية، تحقق في موضوع المراية بنفسها. أول حاجة عملتها إنها حاولت تدور على أي علامة أو كتابة على المراية ممكن تدل على أصلها أو تاريخها. قلبت المراية على وشها وبصت على ظهرها الخشب القديم، لقيت نقش صغير محفور بخط الإيد في إطار الخشب من ورا. حاولت تقراه، وكان مكتوب بالعربي: إلى عزيزتي نون سين، مع خالص الحب، 1945. نون سين مين دي؟ وإيه حكاية 1945؟ شكل كده المراية دي كانت إهداء من حد لحد تاني سنة 1945، يعني المراية دي عمرها دلوقتي حوالي 80 سنة أو أكتر. المعلومة دي على قد ما شدت سارة خوفتها برضو. ابتدت تفكر مين كان صاحب المراية الأولاني، يمكن ست اسمها مثلا نادية أو نبيلة، حاجة اسمها بالنون ونقطة وسين. ومن مين الإهداء ده؟ ممكن يكون من حبيبها أو جوزها أو أي حد. طبعا التخمين مش هيفيد. كان نفسها تعرف القصة الأصلية. بالليل وهي قاعدة بتفكر في النص المحفور ده، جات لها فكرة تانية. قالت: طيب ما أجرب أفتح الظهر بتاع المراية، يمكن ألاقي حاجة محشورة جوه الإطار. الإطار كان خشب تقيل وقديم ومثبت بمسامير قديمة. جابت مفك وشوية عدة صغيرة وفضلت تفك بالراحة في الخشب من ناحية عشان تشوف لو في أي تجويف أو حاجة. وبعد مدة قدرت تشيل لوح خشب رفيع من خلفية المراية. وهنا كانت المفاجأة الأكبر. لقيت ظرف قديم لونه بني، الورق بتاعه متآكل شوية ومدي صفار، ومختوم عليه بالحبر من بره بحروف نون وسين، نفس الاختصار. قلبها دق بسرعة وهي بتحس إنها قربت جدا من سر المراية. فتحت الظرف بحرص شديد عشان الورق اللي جوه ما يتقطعش. طلعت منه كام ورقة مكتوبين بخط إيد بالحبر ومتقطعين من الأطراف بسبب إنهم قدام. سارة خدت نفس عميق وابتدت تقرأ. الخط كان باللغة العربية الفصحى، قديم شوية ومش متنظم، بس قدرت تفهم المضمون. دي كانت رسالة أو مذكرات قصيرة كاتباها واحدة اسمها نادية سليم بتاريخ أغسطس 1945. سارة عينيها برقت أكتر وهي بتقرأ الاسم نون سين. غالبا طلعت نادية سليم. الرسالة شكلها كانت مكتوبة ومحطوطة جوه المراية دي من أيامها.
سارة كان عندها حق إن الموضوع غريب، بس اللي اكتشفته سارة دلوقتي بيأكد إن السر حقيقي ومش تخيلات. نادية صاحبة الرسالة كانت بتحكي حياتها المأساوية في كام صفحة. اسمي نادية سليم، عمري 20 سنة، بكتب الرسالة دي ويمكن محدش يقراها أبدا، بس يمكن يجي ليها يوم وتوصل لحد يفهم حكايتي. أنا عايشة في بيت كبير بس وحيدة. أهلي أجبروني على جوازة من راجل غني أكبر مني بكتير، وفرقوني عن الشخص الوحيد اللي حبيته بجد. كنت بحلم أعيش حياة بسيطة مع حبيبي أحمد. كنا مخططين نهرب ونتجوز، لكن أهلي عرفوا وحبسوني في البيت ده. دلوقتي أنا متجوزة غصب عني، وحاسة إن روحي ماتت من زمان. كل يوم ببص في المراية دي وأتخيل نفسي عايشة الحياة اللي كان المفروض أعيشها. بشوف في انعكاسها صورة حياتي التانية اللي محرومة منها. بشوف نفسي لابسة فستان أبيض جنب أحمد في بيت صغير دافي. بشوفنا مع ولادنا الصغيرين اللي كنت نفسي أجيبهم. هل يا ترى دي مجرد أحلام يقظة، ولا المراية دي سحرية بتوريني اللي كان ممكن يكون؟ لو حد قرأ كلامي ده اعرفوا إن يمكن ساعتها أكون رحلت من الدنيا دي. جوازي القصري خلاني فقدت الرغبة في الحياة. يمكن أخد خطوتي الأخيرة قريب. أنا مش عايزة أعيش وأنا حاسة إني محبوسة في حياة مش حياتي. يمكن روحي هتفضل متعلقة في المراية دي علشان فيها انعكاس الحياة اللي حلمت بيها. لو حصل وشفتوا بنت شبهكم في المراية عايشة حياة تانية، ما تخافوش، يمكن دي أنا بحاول أعيش لو حتى في الخيال أو عالم تاني. سامحوني على الجراءة دي. دعواتي إن حد يعرف حكايتي ويحس بيا. سارة كانت بتقرا السطور ودموعها نزلت غصب عنها. قدرت تتخيل ألم نادية وحسرة قلبها، خصوصا إنها تقريبا في نفس سنها. يمكن استوعبت إن البنت اللي كانت بتشوفها في المراية هي غالبا نادية نفسها، روحها أو خيالها اللي متعلقة بالمراية وبتصور الحياة البديلة اللي تمنتها. مشهد البنت اللي شافته في المراية لابسة فستان وقدامها شخص، أكيد ده كان أحمد، حب عمرها اللي ما قدرتش تتجوزه. دلوقتي الصورة واضحة. المراية دي مش عارفة ازاي بقت نافذة بتظهر حياة نادية اللي ما اتحققتش، وروح نادية يمكن شافت في سارة شبه كبير منها، أو حتى التشابه في العمر والأحلام، فابتدت تظهر لها. يمكن نادية كانت عايزة توصل رسالتها لحد حي يقدر يفهم قصتها ويخرجها للنور. سارة في اللحظة دي حست خليط عجيب من الخوف والتعاطف. الخوف لأنها فعلا بتتعامل مع روح أو صدى إنسان من عالم تاني، والتعاطف لأنها فهمت قد إيه البنت دي كانت مظلومة وتعيسة. غمضت عينيها قدام المراية الملعونة دي. كانت ما زالت مغطية نصها بإيدها وهي ماسكة الورق وهمست: نادية، أنا عارفة أنت مين دلوقتي، فهمت اللي حصل لك. وهنا فجأة سارة حست بنسمة هوا دافية عكس البرودة اللي كانت حاسة بيها قبل كده. فتحت عينيها وبصت في المراية بسرعة. شافت نادية واقفة فيها بوضوح، بلبس بسيط وشعرها ملموم وملامحها حزينة بس هادية. سارة حست كأنها فعلا قدام واحدة شبه توأمها. نادية رفعت ايديها بتحية صغيرة. سارة اتجرأت وسألت بهدوء: عايزة مني أعمل إيه؟ إزاي أساعدك؟ نادية ما اتكلمتش، بصت ناحية الظرف والورق اللي في إيد سارة كأنها بتقول: وصلي الحكاية. وبعدها المرة دي بوضوح قدام سارة صورة نادية ابتدت تتلاشى ببطء من المراية لحد ما اختفت تماما، وفضل انعكاس سارة لوحدها باين في الإزاز. سارة فضلت واقفة مصدومة للحظات. حست إن اللي حصل ده كان نوع من أنواع الوداع أو تحقيق الهدف. نادية أخيرا شاركت قصتها مع حد تاني وشافتها واحدة تانية. سارة جمعت أعصابها واتصلت بمي وجات لها البيت فورا. ورت مي الظرف القديم والجواب وقعدوا يقروه سوا. مي مش مصدقة إنها بتمسك ورق مكتوب من عشرات السنين بتحكي قصة شبح أو روح علقت في المراية. قالت لسارة: أنا حاسة إني في فيلم، بس بجد مش عارفة أقول إيه، أنت كويسة؟ سارة كانت هادية بطريقة غريبة وقالت: يمكن لأول مرة حاسة بطمأنينة غريبة. عرفت إن اللي بيحصل ليه سبب وإنه مش خطر عليا. دي روح بني آدمة كانت محتاجة حد يفهمها. مي اقترحت عليها حاجة مهمة: طب ما تيجي نسأل عيلتك، يمكن الاسم ده نادية سليم يكون حد من قرايب زمان. سارة فكرت شوية. الاسم الثلاثي مش غريب على عيلتها، جدة سارة الكبيرة مثلا أو أختها. بسرعة رفعت سماعة التليفون وكلمت مامتها وسألتها: ماما، احكي لي كده، هو احنا كان عندنا في العيلة واحدة اسمها نادية سليم زمان؟ يمكن جدة جدتي أو خالتها. الأم استغربت السؤال وقالت: نادية سليم ده اسم أخت جدتك اللي محدش كان بيتكلم عنها كتير. للأسف حياتها كانت مأساوية، على حد علمي جوزوها غصب وماتت شابة. ليه بتسألي؟ سارة بصت لمي بذهول. طلعت نادية دي قريبة سارة فعلا. يمكن ده يفسر ليه كانوا شبه بعض بالشكل ده. دي صلة دم قريبة. سارة حست بقشعريرة في جسمها. يعني روح نادية لجأت لحفيدتها بعد أجيال عشان تحكي لها قصتها.
سارة جاوبت أمها: هحكي لك بعدين يا ماما، موضوع طويل. وقفلت وهي مش مصدقة ترابط الأحداث. بعدها بكام يوم سارة قدرت توصل لمعلومات أكتر. جدتي واللي هي حفيدة نادية كانت لسه عايشة، ورغم إنها كبيرة في السن بس عارفة القصة. حكت لسارة إنه فعلا نادية سليم كانت جدتها، وإنها انتحرت بعد جوازها الغصب بسنة تقريبا. الأسرة زمان خبت الموضوع واعتبرته فضيحة، ومحدش كان بيجيب سيرتها. أحمد اللي كانت بتحبه سافر بره بعد ما اتجوزت، ومحدش عرف عنه حاجة تاني. سارة سألت جدتها: تفتكري لو حد وقتها عرف كانت ممكن تتغير حاجة؟ جدتها قالت بحزن: زمان كان صعب، بس ربنا يرحمها. سارة في اللحظة دي طلعت الجواب القديم وحكت لجدتها ولمامتها مع بعض عن اكتشافها. طبعا اندهشوا وما صدقوش بسهولة موضوع المراية والأشباح، لكن الأدلة في إيديها: الجواب التاريخي والصورة اللي لقيوها مع أهل نادية. نسيت أقول لكم إن كمان كان في صورة فوتوغرافية صغيرة لنادية وسط الرسايل، باين فيها نفس الوش اللي كان في المراية. الصورة والجواب خلوا أهل سارة يبصوا لبعض بذهول، وما عرفوش ينكروا إن القصة حقيقية بشكل ما. في نهاية الأسبوع جه يوم السبت تاني. سارة أخدت المراية ونزلت لوحدها السوق. مي قالت لها إنها هتيجي معاها، بس سارة حست إنها عايزة تخلص الموضوع بنفسها. وصلت لنفس الراجل البياع ولقيته قاعد مكانه. أول ما شافها ابتسم ابتسامة كأنه متوقع ترجع. قال لها: رجعتيها؟ سارة حطت المراية قدامه بهدوء وقالت: هي فعلا تحفة، بس نصيبي معاها انتهى. الراجل بص في عينيها كأنه عارف من غير ما تقول، ورجع لها فلوسها من غير ولا كلمة زيادة. قبل ما تمشي سألته: انت كنت عارف حكايتها؟ البياع هز راسه بالنفي وقال: انا عارف ان ساعات الحاجات القديمة بتبقى مرتبطة بأصحابها، وباين على وشك. انا حسيت انك شفتي حاجة. نصيحتي: مش كل باب يتفتح ما نعرفش نقفله. انسي اللي شفتيه. سارة ما ابتسمتش حتى، وقالت له بشجاعة: لا، انا مش هنساها، بس ما تقلقش كله تمام. وسابته ومشيت. سارة ما قدرتش تسيب المراية في السوق قبل ما تعمل حاجة أخيرة. هي كانت وعدت نادية ضمنيا إنها هتوصل حكايتها، فرجعت البيت بالجواب والصورة، وقررت تكتب مقالة صغيرة أو بوست تحكي فيه قصة نادية المأساوية علشان تخلد ذكراها ومحدش تاني ينساها أو يتكتم صوتها. نشرت الحكاية باسم مستعار على الفيسبوك. أما المراية، سارة ما خدتهاش تاني. سابت المراية مع الراجل في السوق. بس الغريب أو العجيب إنها لما مشيت بعيد ورجعت تبص على طاولة الراجل من بعيد ملقيتش المراية. اختفت كأنها ما كانتش موجودة. الراجل كمان ما كانش قاعد، بس ما فكرتش تزود الغموض على نفسها. قالت ممكن يكون باعها بسرعة أو نقلها لجوه. رجعت شقتها وبصت على مكان المراية الفاضي اللي على الحيطة. بقى شاهد على أغرب تجربة عاشتها في حياتها. سارة مع الوقت أخدت نفس عميق وابتسمت ابتسامة صغيرة، وحست براحة إنها ساعدت روح كانت متعذبة. وفي ليلة هادية بعدها بكام يوم، قبل ما تطفي النور وتنام، بصت على حيطة أوضتها اللي كانت فيها المراية وقالت بصوت واطي: تصبحي على خير يا نادية. وهي بتلف علشان تنام لمحت حاجة خفيفة قوي في إزاز شباك الأوضة العاكس ضلمة الليل، شبه خيال بنت واقفة بيبصلها وبيهزلها راسه كأنه بيقول: وانت من أهل الخير. سارة اتجمدت للحظة، بس بسرعة لقيت الخيال اختفى. ابتسمت لنفسها وقالت: يمكن بتخيل، أو يمكن فعلا كانت بتيجي تطمن عليا. يا ترى لو كنت انتوا مكان سارة وجربتوا اللي هي مرت بيه، كنتوا هتصدقوا زيها وتساعدوا الروح المسكينة، ولا كنتوا هتخافوا تكسروا المراية وخلاص وبس؟ خلصت القصة ويلا سلام.